الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انا عملت الفيديو بتاع السوسته لما قلت لكم ان الفرده لو قفشت منك تتعامل معاها ازاي او تتصرف ازاي. الغرض من ان انا بقول لك تتصرف ازاي مش الغرض ان انا بقول لك صلح، الغرض ان انا بقول لك انت وقفت عطلت مشي نفسك لحد ما تروح للصنايعي بتاعك. انا بحل لك مشكله الطريق، مشكله ان انت على الطريق وعايز تروح، مشكله ان انت معاك ناس وعايز تمشي، مشكله ان انت وقفت على حته مش في بلد مش بلدك وعايز تروح، وبعد كده تروح للصنايعي بتاعك هو يظبط لك دنيتك. شوف مشكله عندك فين، فرد التيل قفشه، خزنه قفشه، بيستم بتاع خزنه، سلك فرامل اليد، ليلاش مثلا فتح ما ردش، الكلام ده كله. في الناس اللي كاتبه في التعليقات بتقول لك لا ده احنا السيسته دي طبيعيه مش عارف ايه طبيعيه، لا يا عم احنا بنقول بنمشي من على الطريق. طيب برضه بقى انا هعمل لك الفيديو بتاع النهارده هقول لك لو انت شلت السيسته بتضر ولا بتضرش. طب لو انت عايز تشيلها خالص تعمل ايه؟ برضه خليك معايا ركز معايا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي السيسته عندي وظيفتها، السيسته وظيفتها ان انا لما بدوس فرمله بتشد الفرمله البستم بيفتح، بتروح هي شاده الاقلاش من الناحيه دي تمام، والاقلاش بيفتح معايا زي كده، واخد بالك؟ تمام كده؟ طيب لو انا شلت السوسته هدوس فرمله على قد ما ادوس الاقلاش مش هيفتح. ليه مش هيفتح؟ لان السوسته هنا ماهاش شاده الاقلاش، انا هشيل السوسته خالص مش هتبقى شاده الاقلاش من هنا. لو بصيت على السوسته من هنا كده هتلاقيها راكبه في لقمه التيل وماسكه في الاقلاش عندك اهو. لما بتدوس فرمله البستم ده بيفتح التيل لبره، بيروح السوسته شده ويروح من الناحيه الثانيه البستم فاتح، بتروح فاتحه الاقلاش نفس الوضع ده كده بالظبط. بص بص اهو تمام كده؟ طيب ده احنا بنقول لما السوسته تكون راكبه، عشان كده هي الجلاش اللي هي بتعوزه في الفرد او الفرمله اللي هي عايزاها بتفتح حسب دوسه الفرمله. كل ما الطنبوره بتخف او التيل بيخف شويه الاقلاش بيفتح على يد القيمه اللي هو عايزها. طب انا دلوقتي الفرده قافشه معايا ونزلت الاقلاش وشلت السوسته، انا بقول لك مش هيفتح الاقلاش، انا بقول لك عشان تمشي نفسك من على الطريق. شلت السوسته يبقى الاقلاش هيدنوا على نفس القفله دي. لو حضرت 7000 فرمله هيدنوا نفس الوضع ده كده بالظبط. يبقى اصبح ان انا الفرده مش هتتقل مني لحد ما اروح للصنايعي بتاعي. طيب في ناس بتقول لي لو السوسته دي بتاع مصر شلتها خالص لها مشكله؟ لا طبعا ملهاش مشكله. ازاي؟ طب انا عايز اشيلها وما اركبهاش، شيلها مفيش مشكله خالص، بس بعد ما تشيل السوسته هتيجي تركب الطنبوره. بص بقى ركز معايا في الحته اللي جايه دي. بص كده انا ركبت الطنبوره، الطنبوره بتعمل ايه؟ ما بوظش خالص اهي. حلو، هعمل ايه بقى انا؟ الكلام ده في حاله لو انا شايل السوسته مش عايز اركبها تاني، هروح ملقلش يدوي، ملقلش لقلاش يدوي. بفتح انا لقمه التيل على القيمه اللي انا عايزها تمام، لحد ما التيل يفتح معايا زي ما انا عايزه بالظبط او القيمه اللي انا عايزها تمام. اظبط الطنبوره بتاعتي على الجلاش. بص 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 اهي منعت ليه؟ بص اهو اصبح ان التيل عندي والفرده بدات تلف عندي محمله. بروح انا اللي ظابط الاقلاش بايدي، بفتح التيل لحد ما الاقي الطنبوره معايا بدات تبات محمله زي كده اهي تمام، والفرده بتاعتي لا تقيله ولا خفيفه، واروح مقفل فردتي وماشي. الاقلاش اللي انا لقلشته بايدي ده هيدنه ثابت معايا زي ما هو، لا هيفتح ولا هيقفل لحد ما انا اجي تاني لو الفرمله خفت افتح الاجلاش كمان سنه، واخد بال حضرتك كده؟ هي دي وظيفه السوسته، ان هي وظيفه السوسته الصغيره ده اهي، ان هي كل ما الفرمله التيل بيخف كل ما الفرده تعوز لي قلاش بروح البستم فاتح مني من هنا ومن هنا، بتروح السوسته شاده القلاش ويروح القلاش فاتح لي السنه اللي الطنبوره عايزاها من التيل تمام، عشان خاطر تخلي الفرمله تحت رجلي عاليه. طب لو انا شلت السوسته خالص للمره المليون، لو شلت السوسته خالص هل هتضر؟ لا طبعا ما بتضرش. طب انا بل بالعكس هي مدناها زي ما هي، بس لو عايز الفرمله معاك تبقى كويسه زي ما هي وانت شايل السوسته بتلقلش يدوي، بتلقلش لقلاش يدوي للطنبوره وتربط الطنبوره بتاعتك تمام. السوسته دي يا اسطى يسطي في ناس خايفه منها لان في صناعيه بتقول لهم ان هي بتاعت اليد، في صناعيه بتقول للناس ان السوسته دي بتاعت اليد. لا بص يا باشا السوسته بتاعت فرامل اليد ده، بص هنا كده فرامل اليد هنا، ده فرامل اليد بتشتغل عندي على بنز، على البنز اللي تحت بتاع فرامل اليد، لها بنز في السقاطه من تحت هحله لك اهوت برضه هفوره لك عشان خاطر الناس برضه اللي هي بتقول لك ابصر وما ادري، برضه لازم نحل لك مشكلتك كلها. والغرض من الفيديو بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، الغرض من الفيديو ان احنا عشان نوصل ان الناس لو انت على الطريق والفرده قفشت منك، انا ما كنتش اقصد، انا ما اقصدش ان انا اقول لك اتصرف واشتغل، لانك انت عمرك ما هتعمل اللي انا بعمله ده.
انا بحل لك مشكلتك على الطريق. بص يا باشا، لو بصيت على اليد هنا، اليد عندي شغاله اهي. ده السكينه بتاعت اليد اهي. بص يا باشا، ده سكينه اليد اهي. تمام. طيب المشكله انا عندنا واير فرامل اليد هطلعه لك برضو. بص يا عم عبد العزيز، عشان خاطر الناس اللي بتقول لك ان هي بتاعت فرامل اليد، الواير اليد عندي هنا فيه سوسته اهو اهي. تمام. السوسته ديت وظيفه السوسته دي ان انا لما بشد فرامل اليد الواير ده بيخش لجوه. لو ممكن ترفع اليد سنه يا عبد العزيز بعد اذنك. بص على الواير بتاع اليد وهي بتشد اهو. الواير بتاع فرامل اليد شد معايا اهو. نزل فرامل اليد. بص يا باشا، شد نزل. طبعا انت لاحظت وهو بيشد ولاحظت وهو بينزل. لما بشد فرامل اليد سوسته اليد والواير بيخش لجوه كده. لما بنزل هي بتعمل عمليه نطر للسلك. يبقى اصبح ان انا عندي اصلا اوتوماتيك سوسته في اليد بترد لي اليد من ورا. والعلاج بتاعي من هنا ادي اليد من عندك. لو بصيت هي راكبه على بنز اهي. شغل اليد اهو. بص، يبقى اصبح ان انا السوسته الصغيره دي مالهاش علاقه باليد خالص اهو. انا عندي فرامل اليد شغاله اهي. لا علاقه بالسوسته، مالهاش علاقه بالسوسته خالص اهو اهي. مالهاش علاقه بالسوسته، لا السوسته راكبه فيها ولا يحزنون. السوسته عندي راكبه في العلاج من بره من هنا اهو. السوسته راكبه تحت بحيث ان هي لها فتحه هنا اهيت بتعمل عمليه شد للجلاش، شد لفتح الجلاش. عشان كل ما عاوز العلاج يفتح ليا فرمله او اظبط التيل على الطنبوره اوتوماتيك. امال هم سموها فرمله اوتوماتيك ليه؟ يعني احنا العجل القديم بتاع الموديلات القديمه ال5 وال6 وال7 وال8 والكلام ده كله قبل ال 2009 كان فرامل يدوي بتلالش يدوي زي العربيه البيجو من ورا. العلاج 13 بتعلي وتوطي. فده كنت انت تتحكم فيه. لما هم عدلوا وركبنا العلاج الجديد الاوتوماتيك بدانا نشتغل نقول اوتوماتيك. عشان كده كل ما التيل بيخف كل ما الفرمله بتفتح العلاج اوتوماتيك سنه. كل ما تخف تفتح سنه لحد ما التيل يخلص. اصبح ان لازم ينتلي اروح احل املى تيل انزل علاشي واركب وامشي. هو ده اللي بيحصل في العربيات الجديده وبيحصل في العجل الجديد كله عامه تما على وجه الارض. كله بيشتغل كده. فما تقوليش بقى واحد يجي في التعليقات يستظرف ويفكر نفسه ان يعني معلش بيشغل راسه شويه يقول لك لا ده السوسته لا مش عارف ايه، ده السوسته ما ينفعش تشال. لا يا باشا انا بشيلها. وبقول لك لو اي حد شايف ان هو صح واحنا غلط يجي او يعمل لي زي ما احنا بنعمل، يتعامل زي ما احنا بنتعامل او يشرح لي ايه الغلط وايه الصح، وانا ساعتها هسقف له واقول له برافو عليك. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسرا ابو طبيخ. احنا بنفيد اخواتنا والغرض من الفيديو زي ما قلت لكم هو ان انت تحل مشكلتك من على الطريق. ده كان الفيديو اللي فات. الفيديو النهارده انا وضحته للناس اللي هي معلش بتتكلم ماهاش فاهمه هي بتقول ايه او حافظ مش فاهم، انا بوضح له المعلومه بتاعته. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسرا ابو طبيخ في حاجه حلوه جدا وبرضه هتستفادوا منها كتير.